بيكون مستغرب جدا من العربية دي، وجيمي بيقول له انه بيكافئ نفسه انه اتقبل في الشغل وانه مأجرها ب$50 بس، مع انه هيشتغل عامل نظافة وبيقبض $4 في الساعة بس. وجيمي بيركب العربية والاطفال اللي بيضحك عليهم بيشوفوه، وبيكمل نصب عليهم وبيقول لهم انه مسافر فرنسا بطيارته الخاصة دلوقتي عشان يقابل رئيس بلغاريا، وبعدها هيسافر النمسا عشان يتغدى مع امير النمسا. والاطفال بيكونوا مبهورين بيه ونفسهم يبقوا زيه، ولان جيمي بيحب يبان غني دايما ده بيخليه مسرف جدا وما بيحوش اي فلوس. ولما بيوصل لمركز التسوق اللي هيشتغل فيه والسواق بيفتح له باب العربية، بيقف قدامه وبيتخيل ان المركز كله بتاعه واسمه عليه، وبيدخل يتعامل مع كل اللي جوه على انه مدير، لحد ما بيلبس لبس عمال النظافة وبيستلم شغله. ومديره في الشغل بيبدأ يقوله هيعمل ايه بالظبط، وبيكون مديله شغل كتير جدا، وبيكون مدير صعب وعنيف جدا، وبيهدد جيمي ان لو شغله ما عجبوش هيمشيه من الشغل، وبيقول له انه هيفضل طول الليل في المركز لوحده عشان ينظفه، وبيمشي